اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم، النهارده هنلخص فيلم جريمه وغموض عن قاتل متسلسل بيقرر انه ينفذ العداله بايده وبينفذ 14 جريمه قتل. الهاند فري بتاعك الرايق وتركيزك معايا ويلا نبدا. بيبدا الفيلم في مركز شرطه نيويورك وبنشوف مجموعه من محققين الشرطه وبيكونوا بيتفرجوا على فيديو، وبنعرف ان اللي موجود في الفيديو بيبقى محقق شرطه في نفس الاسم واسمه تيريك. وبيقول تيريك في الفيديو انه اشتغل في اسم نيويورك لمده 30 سنه، وان في المده دي نفذ حوالي 14 جريمة قتل. وبيبدأ تيريك يحكي عن أول جريمة نفذها، وبيقول إنه كان بيحقق في جريمة قتل وبيكون معاه صديقه وشريكه واللي بيكون اسمه روست، وجريمة القتل دي راح ضحيتها طفلة صغيرة، وبالفعل تم القبض على القاتل، وكانوا متأكدين إنه القاتل ده فعلا هو اللي نفذ الجريمة، خاصة لأن دي مش أول مرة للمجرم، لأنه بيكون نفذ نفس النوع ده من الجرائم قبل كده، لكن في كل مرة كان بيقدر يفلت من الشرطة لأن ما بيكونش فيه أي دليل ضده. والمرة دي بيقرر تيريك انه يقضي على المجرم ده مهما كلفه الثمن، وعلشان كده زيف سلاح الجريمة وراح علشان يحطه في بيت القاتل. وقتها شريكه روستر بيشوفه وبيعرف اللي تيريك ناوي يعمله، وبرغم انه عارف ان اللي تيريك هيعمله يعتبر تزوير الا انه مش بيعارضه، وكمان بيوافقه انه يحفظ السر. وفعلا نفذ تيريك الخطة وبيتم العثور على سلاح الجريمة وبيتقبض على المجرم، وبكده تكون دي اول جريمة بدأ بيها تيريك حتى لو ما كانش هو القاتل، ولكنه كان السبب في موت المجرم. وبعد كده بيتولى تيريك وروستر قضية جديدة، والقضية دي كانت قضية تاجر سلاح ومخدرات كبير واللي بيكون اسمه سبايدر، وبتكون الشرطة عايزة توقعه وتقبض عليه، ولكن للأسف برضه مفيش أي دليل ضده، وعلشان كده بيبدأ الاتنين إنهم يراقبوه وبيروحوا وراه في كل مكان. ومن ضمن الأماكن دي كان مالها ليلي مشهور، وهناك تيريك بيشوف بنت اسمها جيسيكا، وبتكون جيسيكا بتتعاطى المخدرات، ولما بيسألها جابت المخدرات دي منين بتقول له جيسيكا انها جابتها من سبايدر. ساعتها تيريك بيطلع شرط الشرطه وبيعرفها انه محقق، ومع ذلك بيسيبها ومش بيقبض عليها. وفي نفس اليوم بنشوف شاب وهو بيتخانق مع بنت في الشارع وبيجبرها انها تروح شغلها، وبنعرف ان البنت دي تبقى فتاة ليل، وان الولد اللي كان بيتخانق معاها يبقى قواد وهو اللي بيجبرها على الشغل. وبمجرد ما البنت ما بتمشي وبتركب التاكسي بيتضرب الولد اكتر من طلقه من شخص مجهول، وبيسيب القاتل رساله جنب جثته، وبتكون الرسالة دي عبارة عن قصيدة بيحكي فيها القاتل جريمة الشاب ده وليه هو قتله. وتاني يوم بيتم اكتشاف الجثة، وبيروح تيريك وروستر لمسرح الجريمة، وبيكون معاهم الشرطية كارين اللي بنعرف انها تبقى حبيبة تيريك، وبيشوفوا الجثة والرسالة اللي معاها، لكن بيتم اختيار محققين تانيين يتولوا القضية، وده لان تيريك وروستر كانوا مشغولين في قضية سبايدر. وقتها بيقرر تيريك انه يستغل جيسيكا علشان تساعدهم في القبض على سبايدر، فبيروح لها وبيقول لها انهم محتاجينها تمثل على سبايدر انها محتاجه كميه مخدرات. وفي البدايه بتكون جيسيكا رافضه، ولكنهم بيقدموا لها عرض وهو انهم يمسحوا كل ملفها الاجرامي والمنافي للاداب من سجلات الشرطه، وده في مقابل انها تساعدهم. وقتها بتوافق جيسيكا وبيعرفها تيريك كل التفاصيل اللي هتتكلم فيها مع سبايدر، وده علشان يثبتوا انه تاجر مخدرات. بعدها بيزرعوا لها جهاز تجسس في هدومها علشان يسمعوا كل كلام سبايدر، وبيطمنوها انهم هيكونوا في مكان قريب منها بحيث لو حصلت اي مشكله يقدروا يتدخلوا وينقذوها. وبعدها بتروح جيسيكا لبيت سبايدر وبتبدا تتكلم معاه في الصفقه اللي عايزاها منه، لكنه كان بيتجاهل كلامها وبيفضل يتوه في الكلام لغايه ما بيهجم عليها وبيسحب منها جهاز التجسس، وبيعرفها انه عارف بخطتهم من البدايه. كل ده وتيريك وروستر سامعين اللي بيحصل، وعلشان كده بيتحركوا فورا على بيت سبايدر علشان ينقذوا جيسيكا. ولما بيدخلوا بيمثل سبايدر ان مفيش اي مشكله وانه مش عارف سبب وجودهم، لغايه ما بيظهر حارس سبايدر واللي كان مسلح، وبيحصل تبادل اطلاق نار بينهم بشكل عنيف، ولكن بيقدر تيريك انه يقتل الحارس ويقبض على سبايدر، وبتتصاب جيسيكا برصاصه، وعلشان كده بيتم نقلها للمستشفى. وللاسف بيقدر سبايدر يخرج من السجن لانهم ملقوش اي دليل ضده. ومش بس كده، ده كمان بيتم تحويل تيريك وروستر للتحقيق، وده بسبب قتلهم للحارس وقبضهم على سبايدر بدون سبب. وفعلا بيتم التحقيق مع الاتنين بشكل انفرادي، وكمان بيتعرضوا على لجنة نفسية، ولحسن الحظ انهم بيقدروا يخرجوا من جريمة القتل، وده لان الحارس كان هو كمان مسلح، وبالتالي قتلهم للحارس كان دفاع عن النفس. وفي يوم كان تيريك وروستر في مباراة بيسبول، وهناك بيقابلوا اتنين من المحققين واللي بيكون اسمهم تيد وبروز، وبيعرف تيريك منهم انهم ماسكين قضية عن جريمة قتل حصلت في الشارع، ولكن القاتل بيكون مجهول، واللي اتقتل كان تاجر اسلحة، وبيعرف
وبيعرفوا ان القاتل ساب جنبه قصيدة بتتكلم عن جرايمه. وقتها بيعرف تيريك وروستر ان القاتل هو نفس الشخص اللي قتل القواد، وعلشان كده بيقرروا انهم يمسكوا القضية مع تيد وبروز. وتاني يوم بيحضر تيريك وروستر جلسة لواحدة من القضايا اللي كانوا ماسكينها، واللي فيها المجرم اعتدى على بنت وتم القبض عليه، ومع ذلك بيقدر انه يفلت من السجن، وده لعدم وجود ادلة كافية ضده. وساعتها والدة الضحية بتنهار، اما تيريك فبيكون في قمة غضبه، وعلشان كده بيوعده انه هيفضل وراه لغاية ما ياخد جزاؤه. ولكن في نفس اليوم بيتقتل الشاب في بيته، وبيتساب جنبه نفس الرسالة بقصيدة جديدة، وبيتم اكتشاف الجثة تاني يوم. وبيروح فريق تيريك وفريق تيد للتحقيق، وفي اليوم ده بيجتمع مدير مركز الشرطة مع تيريك وروستر، وبيقول لهم انهم لازم يلاقوا القاتل ويقفلوا القضية دي في اسرع وقت، وده لانها سببت قلق كبير في المدينة وهتسبب لهم مشاكل. وعلشان كده بيتجمع تيريك وروستر مع تيد وبروز، وبيفكروا في هوية المجرم، وبيلاحظوا ان مفيش اقتحام في بيت الضحية، فبكده اكيد ان الشاب ده هو اللي فتح الباب بنفسه للمجرم، وده معناه انه كان يعرفه او خايف منه، وعلشان كده فتح له الباب. وبيستنتجوا ان ممكن القاتل يكون ضابط شرطة. وقتها بيبدأ يبان التوتر على تيريك، وبيرفض كلامهم وبيقول انه مش صح، ولكن بعدها بيرجعوا يفتحوا نفس النقاش. وساعتها بيقول تيريك انه شاكك في شرطي متقاعد واللي بيكون اسمه مارتن، وده لان الشرطي ده كان معاه كل المعلومات عن المجرمين اللي ماتوا، وبرغم انه لسه مش عارف ايه ممكن يكون هدف مارتن في قتلهم، الا انه بيكون شاكك فيه. وعلشان كده بيبدأ تيد وبروز يراقبوا بيت مارتن ويعرفوا تحركاته، لغاية ما مارتن في يوم بيكشفهم، وبيقول لهم انه عارف انهم شاكين فيه، وعلشان كده بيقدم لهم دليل براءته، وبيعرفهم ان يوم اخر جريمة كان هو مسافر البرازيل، وبسبب الدليل ده بيتم نفي كل الاتهامات عن مارتن، وبيرجعوا يحتاروا في هوية القاتل مرة تانية. في نفس اليوم ده بيتقتل ضحية جديدة، ولكن المرة دي الضحية كانت مختلفة، وده لانه مش بيكون مجرم ولكنه بيكون قس في الكنيسة، وبيكون مكتوب معاه قصيدة بتتكلم عن كل جرايمه، وهي انه كان بيعتدي على الاطفال. ولما بيروح تيريك وروستر علشان يحققوا في القضية، بيكتشف تيريك ان ده نفس القس اللي كان بيعلمه في طفولته. ولما بيعرف تيد وبروز نفس المعلومة دي، بيبدأوا يشكوا في تيريك، وبيلاحظوا ان تيريك كان برضه يعرف كل الضحايا اللي اتقتلت، ده غير انه كمان ضابط شرطة، يعني بيكون فيه كل المواصفات اللي كانوا بيدوروا فيها عن القاتل. وعلشان كده بيروح بروز وبيقول لرئيس قسم الشرطة على شكهم في تيريك، وبيبدأ هو كمان يشك فيه لان كل الادلة بتكون ضده. وعلشان كده رئيس قسم الشرطة بيروح يتكلم مع تيريك، وبيقول له ان دلوقتي كل الادلة ضده، خاصة بعد ما اكتشفوا انه كان يعرف قس الكنيسة من زمان، وعلشان كده بيطلب منه يلاقي القاتل في اسرع وقت، والا فعلا هيتاكدوا ان هو القاتل. وبيروح الرئيس بعدها يتكلم مع روستر، وبيساله لو كان هو كمان شاكك في تيريك. وقتها روستر بينفي كل كلامه، وبيقول له ان تيريك مستحيل يعمل كده، وبيأكد له ان تيريك هو اللي بيسعى علشان يمسك المجرم ده من البدايه. وبعدها بيروح روستر يقابل كارين اللي وقتها كانت بتدور في ملف الجرايم اللي حصلت، وبيعرفها روستر ان الشرطه دلوقتي كلها شاكه في تيريك، وانه مستعد يعمل اي حاجه علشان ينقذ تيريك من الموقف اللي هو فيه. وبيسألها لو كانت مستعدة هي كمان تساعده علشان يبرئوا تيريك، فبتوافق كارين انها تساعده. وبعد كده بيتصل روستر ببروز وبيطلب منهم انهم يتقابلوا. وقتها روستر كان معاه والدة البنت اللي اتقتلت، واللي تيريك زيف سلاح الجريمة وحطه للمجرم علشان يأكد التهمة عليه ويتعدم. وبتشهد الام ان تيريك ساعدها تاخد حق بنتها اللي كان هيضيع. وهنا بيستغل روستر الفرصة، وده علشان يقول لهم ان تيريك فعلا محقق صالح ومستحيل ينفذ كل الجرايم دي، ولكن اللي بيحصل العكس. والموقف ده خلاهم يشكوا اكتر في تيريك وانه عاوز يحقق العدالة بايده. في نفس اليوم ده بينفذ المجرم جريمتين قتل، واول جريمة كان ضحيتها صاحب مالها ليلي، ولحسن الحظ انهم لحقوه قبل ما يموت. اما التاني فكان بروز اللي المجرم ضرب عليه نار وهو في بيته، ولحسن الحظ ان الطلقة ما صابتهوش. ولكن بعد الحادثة دي بيصمم اكتر انه يوقع تيريك، وعلشان كده بيروح هو وتيد وبيتفقوا مع سبايدر انهم يستدرجوا تيريك مقابل انهم ما يقبضوش عليه بسبب جرايمه ويسيبوه في حاله. وفعلا بيتصل سبايدر على تيريك وبيقول له انه عنده معلومات مهمة عن القتل المتسلسل، وانه لو عاوز يعرف المعلومات دي يجي ياخدها منه في بيته، مقابل ان تيريك هو كمان يقول له على اسماء رجال الشرطة اللي بتدور وراه. فبيوافق تيريك على طول. وفي نفس اليوم شخص بيقتحم بيت كارين وبيضربها لدرجة انه كان هيقتلها، ولحسن الحظ انها بتقدر تفلت منه. فبتتصل برئيس اسم
اسم الشرطة وبتقوله على اللي حصل معاها، وبتكون عارفة ومتأكدة مين اللي اعتدى عليها، لكن الرئيس مش بيصدق كلامها، وعلشان كده بتضطر انها تتصرف بنفسها. في نفس الوقت اللي تيريك بيخرج فيه من بيته وبيروح علشان يقابل سبايدر وياخد منه المعلومات عن القتل المتسلسل، وساعتها كان تيد وبروز ومعاهم روستر مراقبين البيت، وده علشان يشوفوا كل اللي بيحصل. ولما بيوصل تيريك للبيت وبيسأل سبايدر عن الأدلة، فبيفاجئوا سبايدر لما بيقوله انه معاه فيديوهات ليه وهو بينفذ كل الجرايم دي. ساعتها تيريك بيطلع سلاحه علشان يخلص عليه، وهنا بيتدخل تيد واللي معاه بسرعة علشان يلحقوه. وقتها بيضحك تيريك وبيقول لهم انه فاز عليهم لانه من البداية كان عارف بكل مخططهم ومتأكد ان مفيش فيديوهات مع سبايدر لانه اصلا مش هو القاتل. ولكن وقتها بيستغرب تيريك من وجود روستر معاهم، ولما بيسأله بيقوله انه كان معاهم علشان يعرف تحركاتهم ويحميه منهم قبل ما حد فيهم يأذيه. ساعتها بيخرج تيد وبروز من بيت سبايدر وبيكونوا محبطين لان خطتهم فشلت، وبيدخل تيريك في اوضة الاستقبال اللي في بيت سبايدر وبيلاقي فيها مذكرة روستر واقعة منه، فبياخدها علشان يقراها. في نفس الوقت اللي بيروح فيه روستر وبيصوب المسدس ناحية سبايدر، وفجأة بيقتله بدون مقدمات. ساعتها بيتصدم تيريك ومش بيكون مصدق اللي بيحصل، خاصة لما بيدخل روستر بعدها وفي ايده السلاح، وبيجبر تيريك انه يفتح المذكرة اللي معاه ويقرا اللي فيها قدام الكاميرا. وفعلا بينفذ تيريك كلامه وبيقرا كل اللي في المذكرة، واللي بيكون اعتراف على ال 14 جريمة قتل اللي روستر نفذهم، واجبر تيريك انه يعترف على نفسه ان هو اللي نفذهم. وبعد ما بيخلص تيريك قراية المذكرات بيقول له روستر ان هو كان قدوته اللي كان دايما مؤمن بيه، ولكن لما شافه وهو بيحط سلاح الجريمة لقتل الطفلة ايمانه اتكسر من ناحيته. ومش بس كده، لا ده كمان قرر ان هو يقلده ويخلص العالم من كل الفاسدين، ولكن بطريقته هو، وهي انه يقتلهم ويخلص عليهم. وبعدها بيسيبوا روستر وبيمشي من المكان علشان يهرب، لكن تيريك مش بيسيبه وبيفضل وراه لغاية ما بيلاقيه. في نفس الوقت اللي بتوصل فيه كارين وبتصوب مسدسها ناحية روستر وبتقوله انها عرفت كل حاجة وان هو اللي اتهجم عليها علشان يقتلها، ده غير ان صاحب الملهى الليلي اللي حاول يقتله فاق وكمان اعترف عليه. وقتها كان تيريك واقف بينهم هما الاتنين لغاية ما روستر بيقدر يهرب، فبياخد تيريك السلاح من كارين وبيجري وراه. وساعتها بيطلب روستر من تيريك انه يقول للشرطة انه هرب وخلاص ويسيبه يهرب، لكن تيريك بيرفض، وعلشان كده بيرفع روستر السلاح علشان يقتله. ولكن تيريك بيكون اسرع منه وبيضربه طلقة في صدره، وبعدها بيتصل فورا على الاسعاف، وده علشان تيجي تلحق روستر قبل ما يموت. لكن روستر بيمنعه وبيقول له انه كده كده هيموت وانه مش عاوز يدخل السجن، فالموت بالنسبة له ارحم. وفعلا بعد لحظات بيموت روستر، وبيموت على ايد صاحبه الوحيد بعد ما نفذ 14 جريمة قتل من غير ما حد يكشفه. وبعد كده بيتم التحقيق مع تيريك وبيحققوا معاه في موضوع الفيديو اللي لقوه وهو بيعترف فيه على كل الجرايم دي، وبيعرفوا ان اعتراف تيريك كان تحت تهديد السلاح من روستر. واخيرا بيتم تبرئة تيريك من كل الجرايم اللي كان متهم فيها، وبيرجع يعيش حياته بشكل طبيعي مرة تانية، ولكن المرة دي وهو فاقد جزء مهم منها وهو صديقه روستر. وبكده بينتهي فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم بخير.